السلام عليكم، أنا علي باهي ودي الدكان. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن كلمة ناس كتير بتخاف منها. كلمة بتكسر وبتوجع وبتجرح وبتخلي ناس تقفل على نفسها سنين طويلة. الكلمة دي كلمة الفقر. هل الفقر معناه إنك مش نافع أو مش ناجح أو مالكش مستقبل زي ما قلنا قبل كده؟ الحقيقة لأ. العيب إنك تفضل واقف مكانك ساكت ومستسلم ومش بتتحرك ولا بتحاول حتى تتحرك. أنا معاك، الفقر قلق وضيق وضغط نفسي، تحس إنك مخنوق ومتضايق على طول، لكن ربنا كبير والظروف هتتغير. نسعى ونتعلم ونتوكل على الله. الفقر مرحلة اختبار من ربنا، بس لازم تعديها. إنما لو سبتها تتحول لأسلوب حياة، ساعتها تبقى أنت السبب وأنت اللي قررت تفشل. فرق كبير جدا بين إنك فقير وبتحاول وبتجري وبتتعلم ونفسك تغير من نفسك، وإنك قاعد بتشتكي وبتلوم الدنيا والحظ والناس والظروف. الفقر مش نهاية الرحلة، بالعكس ده بداية الطريق. اللي بيوقفك مش الفقر، اللي بيوقفك الاستسلام والهزيمة النفسية وطريقة تفكيرك. انت تقدر تتغير وتقدر تبني نفسك وتحقق ذاتك. أنا مش جاي أقولك كلام تنمية بشرية أو كلام محفوظ من الكتب. بص حواليك، شوف كم واحد كانت ظروفهم وحشة وما كانش حيلتهم حاجة، النهاردة بقوا إيه؟ اشمعنى أنت اللي عايش في دور الضحية والمظلوم ومش عايز تتحمل مسؤولية وفرحان وبتقول أنا ما بحبش المسؤولية؟ بص، ربنا عمره ما ظلم حد. كل واحد فينا واخد حظه ونصيبه كامل 24 قيراط. واحد واخد 50% مال و50% عيال، وغيره تاني 80% تعب و20% راحة، وواحد تاني 70% علم و30% صحة. بس كلنا واخدين حظنا ونصيبنا 24 قيراط بعدل ربنا. ربنا هو العزيز الحكيم وعلى كل شيء قدير. بس ده مش معناه انك تستسلم، ده معناه انك تتحرك وتجتهد وتتعب وتتعلم وتخبط على باب ربنا، وأكيد ربنا هيفتح لك. استعن بالله ولا تعجز، قول توكلت على الله. ابدأ وتحرك وتعلم، عافر واغلط وحاول. كل خطوة بتاخدها النهاردة هتفرق معاك بعد كده. اللي هنعمله النهاردة هو اللي هيحدد مستقبلنا بكرة. كل معلومة بنسمعها ونطبقها استثمار حقيقي في مستقبلنا. الفقر مش عيب، انت اللي مستسلم ودي المصيبة. واسمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإذا ما أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا.